هذا الباص اول باص يمشي بعد الباص اللي صارت فيه كارثه في ابين. طبعا مسافرين من السعوديه الى اليمن. واحد من اخواننا اليمين في الباص هذا شاف الفيديو وعرف وين مكان المطارق وعارف وين مكان الطفايات وحذر ما شاء الله عليه. طيب مشى الباص وشم ريحه دخان او شم ريحه حريق. الرجال كده حذر وعارف مكان المطارق وعارف مكان الطفايات وكل شيء. الرجال مركز مع الريح، ما عاد كلم السواق ولا كلم حد، شل المطرقه. اول ما شم الريح شل المطرقه وكسر الفريم وطار مع الطاقه، وفي الاخير يطلع كفر، ريحه كفر وبنشر الكفر. دالحين هذا بيتحمل قيمه الفريم. دالحين ايش رايكم بالله؟ والله انك كفو، تتحمل قيمه فريم ولا تتحمل قيمه 35. والله انكم كفو. اي واحد يشم ريح او يشم حريق او شيء يا اخي تفاهموا مع السواق، تكلموا مع السواق، جنب وشوف، مش على طول تتحمسوا. الامور طيبه، اللي صار صار، والله يرحم اللي راحوا فيها، الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جنات الشهداء. الحريق والغريق هذا لا شهداء. تحياتي الجميع.